الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وبحمد الله ننتهي. حلقة جديدة من أكلات واحد نوح. حبايبي وحشتوني، كل سنة وانتم طيبين. احنا لسه في أجازة العيد، و جايلكم النهاردة بصنف بسيط، وهعمل لكم إن شاء الله في 10 دقايق، اللي هو صينية الرقاق. طبعا احنا عندنا الرقاق ده من العيد، هوريهولكم حتى لو متكسر، احنا هوريهولكم هيتعمل ازاي بطريقة سهلة وبسيطة. والتتبيلة انا عاملاها هوريها لكم. فالموضوع مش هياخد 10 دقايق، بس عايزه منكم رجاء كده انكم تدعموني والاشتراكات وكل سنه وانتم طيبين. بسم الله. ده الشوربه. طبعا الرقاق متكسر خالص، انا بس اقول لكم حتى لو متكسر يبقى عادي قوي نعمله، وهيطلع حلو قوي لان انا جربته قبل كده، يعني ما برميش حاجه خالص. ده رقاق بيتي. انا بس اهم حاجه سد الفراغات دي شوربه فراخ على فكره، عشان كده خفيفه. انا هحط كام طبقه رقاق كده، ولان انا حاطه من تحت زيت مش حاطه سمنه عشان عايزه الرقاق يبقى خفيف، فهخلص وهجيلكم. وديني بعد ما خلصت وحطيت 3 طبقات من الرقاق. هو بس انا لحمته ببعضه، هو متكسر شويه بس انا لحمته ببعضه مش هيبان. فهننزل بقى باللحمه. الرقاق ده بلدي وبيتي، انا بعمله في البيت عامه، بس انتوا لو معرفتوش تشتروه من محلات البيتزا اطلبوه مني وانا اعمله لكم في البيت بطريقه سهله وما بياخدش اصلا ربع ساعه. دي اللحمه المعصجه، انا عملتها وتقدروا تشوفوها على الانستجرام، عملتها فيديو كامل تقدروا تشوفوها. دي بتعملوا بقى بيها اي حاجه، رقاق، جلاش، بيتزا، مكرونه بشاميل، دي هتشوفوها على الفيديو كامل. بسم الله الرحمن الرحيم. بنوزعها كده. انا كده خلصت اللحمه، فهبدا اعمل الطبقه التانية من الصينيه. هخلص وهرجع لكم على طول. طبعا هو ده الشكل اللي انا بقول لكم عليه، حتى لو في حاجه مكسره مش هتبان، ويعني بدل ما يتكسر وترميه ولو تحتاري تعمل فيه لا، هو هيطلع احلى صينيه. دلوقتي هدخله الفرن 10 دقايق بس، ودقيقتين على الشوايه، وهرجع لكم. دول اخر طبقتين، يعني انا حطيت رقتين في الاخر، وحطيت نص كوبايه شوربه عشان يبقى يطلع مفلفل كده. وده شكله بعد ما طلع من الفرن. قعد 10 دقايق ودقيقتين على الشوايه، بس انا عايزه التكه دي كده عشان انا عايزاها اما اقطعه يبقى سالك معايا، واسيبه كده بألف هنا والشفا. هنقطعه بقى بعدين. كده حلقتنا تمت، واخف صينيه رقاق واحلى صينيه رقاق، لان هو رقاق بلدي، فانا لا حطيت جبنه ولا حطيت الحاجات اللي بنحطها تاني. فكده عشان ده بلدي وخفيف. فكل سنه وانتم طيبين وبألف هنا وشفا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.